السلام عليكم الشعب التونسي الكل. انا اليوم واحدة من الشعب، نحب نحكي لكم حكايتي الكل من اجوز كزاد، خاطر بالحق شي يقهر في البلاد هذيا، ما عادش تلقى صوتك جملة في البلاد هذيا. انا اليوم حاولت باش نشكي بثلاثة اولاد حبوا يدهموا علينا نهار السبت للدار. نحب نحكي لكم الحكاية من اجوز كزاد. به نهار السبت قاعدة أنا وأمي، روحت من الخدمة، قاعدة أنا وأمي وأخواتي وأختي الصغيرة، وأمي تشق في الفطر مع حكاية 9 10 متاع الليل، واحد يدق علينا في الباب بالقوي، لا عنا معاه مشكلة، لا نعرفوه، لا درنا بيه، لا عنا معاه حتى أدنى مشكلة. دق الباب، تصور انتي بنات، زوز بنات في الدار وامهم برك، لا خو لا عندي خوات اولاد باش يحاميو علينا، لا عندنا حتى حد في الدار، كان راسي وراس اخواتي. دخلوا خرجت اختي الصغيره قدام باب الدار، قالت شكون في الدار، شكون قدام، شكون يدق في الباب؟ قالها قول لامك تخرج لي بناتها. اختي دخلت تعيط وتصيح ما فاهمه حتى شيء. خرجت امي تحكي معاه، تلقاه واحد من ولاد جيراننا بعاد جاي وداهم علينا لهنا سكرات، مترصد انه بابا خرج من خدمه، خارج للخدمه يخدم بالليل، وما عنا حتى حد في الدار، كانوا سهرين في سهريه شاربين، داهموا علينا لهنا للدار. واحد شاد سكينه ب 14 سكينه ب 14، وواحد شاد السبتة، وحابين داهمين علينا قدام السور متاع الدار وطالعين الفوق، ومن بعد داهموا علينا بالاحجار. واحد بركة من جيراننا اللي حاول كيفاش يشدوا باش ما يطلعش للدار، ينسمع فيك يعيط ويصيح ويقولوا اجروا، عيط للاولاد اللي معاها يعملوا راهم كان بنات لهنا، وحدهم بهم يخدم بالليل، دايم علينا لهنا، واحد بسكينه واحد بالسبته. من بعد احنا كيكا قاعدين نعيط ونصيح ومانا فاهمين حتى شيء، يضرب بالاحجار، والحجره ماهيش صغيره، حجره كبار على الاخر. جات الحجره على ايد امي، تصور امي الوحيده اللي قاعده تهبش علينا، واحنا زوز بنات كهو في الدار، عامله 5 عمليات على ساقيها، وعامله ويديها اليسار مضروبه، وزاد تكمل كرمال الحجره جبت الضرب على يد اليمين، راسها طلع مكسوره، معناتها المراه ما عادش تنجم تتحرك، زاد ضربها السكر، وكل يوم واحنا على اعصابنا. قلنا اوكي نمشيو للمركز ونشكيو. على فكره ما عندنا معاهم حتى رابونتوات، لا عندنا معاهم حتى مشكله، ما حكينا مع حتى واحد فينا، ما نعرفوا حتى واحد فيهم، ما عندنا حتى علاقه بحتى واحد. نحب نحكي بالحق باش يوريوك اللي في البلاد هذيا الزواوله اللي كيفنا ما عندهمش حق باش يتكلموا. نمشي اليوم للمركز على اساس باش نشكي، احنا شكينا الساعه، شكينا وطلعوا له المركز، اعطوه استدعاء باش يجي من غدوي، ما جاش السي سيد. انتوكا عملنا هكايا، قالت لي امي هزينا سيرتيفيكا، عطوها تسخير باش تمشي تعدي بلاش على ايديها، هزينا التسخير، عدت امورها مريقله. مشي كلمها رئيس المركز، قالها باش تجيب التسخيره نتاعك نتاع اللي عديت بها في السبيطار. هزينا التسخيره ومشينا للمركز، مشينا للمركز ولا محمد رسول الله مشينا للمركز ولا محمد رسول الله، وصلنا غادي للمركز، جينا نحكيو. تصور انت 6 متاع العشيه مشينا المركز باش نشكيو، واحد من الزملاء انا ما نعرفهمش، ما عنديش حتى فكره، وحياتي هذيا 27 سنه ما نعرف حتى واحد فيهم من المركز، حتى واحد، وعمري ما مشيت المركز ندخل له ابار باش نطلع بطاقه تعريف، ولا نعمل ولا باش نعمل بيتو ابار سام، عمري ما مشيت، وعمري ما ريت حتى منظر واحد فيهم. مشينا للمركز، جيت نحكي مع مولا المركز ولا يطرد فينا، جيت نحكي معاه قلت له بلا حق انت طردني، انا جيت مضروره باش نشكي، انت ما عندكش فكره الوجايه والفجعه اللي كليناها لهنا في الدار، وبنات وحدنا. قلت له تخيل روحك انك عندك بنات في الدار وداهموا عليهم ولاد، شنيا نجم يصير؟ قال لي يا تشكي يا حط اللي عندك شاهد باش يجي يشهد. قلت له انا عندي شاهد باش يجي يشهد، كي جاي الشاهد طردوه، مش طردوه هكاك على خاطر سيسيات الجماعه عنده ولد عمو يخدم غادي في المركز. قال له حكايه فارغه برا مشي يروح ويعملنا حنايا سيادكم، معايا الوالده مريضه ربي يعلم بحالها،
علينا للدار. انا نحب نوريكم حالة امي بالحق. راني تعبت نفسانيا تعب، وليت خارجة في الشارع خايف على روحي يا اخي. واحد ولا خايف على روحه، شوفوا لنا حل يا اخي. ما نخرجوا وما نتكلموا كما نشوفوا دمومات شرتلة. حرام عليكم راه. جاي اليوم نمشي للمركز ما ياخذليش حقي. ما انا شنيا نعمل انا في الدنيا هذه؟ انا شنيا نعمل هوني في تونس؟ انا شنيا نعمل لهنا؟ نحب نفهم انا شنيا، انا علاش عايشة في تونس؟ خلي يعيشوا فيها اللي عندها فلان واللي عنده فلتان واللي يقف فيها فلان وفلتان. انا نحب نفهم اليوم انا وين نعيش. هذه الوالدة بتاعي شو حالتها؟ شو كيف اكسرها؟ ها؟ شوف يديها الاخرى باللاتين، ديهم علينا بالعصا. تفرج ساقيها، تفرجوا ساقيها بالعملية. ها؟ عليه هذا الكل؟ خاطر يتونا بنات وحدة. حسبي الله ونعم الوكيل، وحقي ما ناخذ. حسبي الله ونعم الوكيل. اليوم ماشيين باش نشكيو على حقنا يطردونا من المركز. ما ناخذ واش ينجم يصير فينا. ينجموا يقطعونا جماعة المركز وتروفوا يرمونا على خاطر ولد فلان وفلتين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وكلكم عباد